خلي بالك، انا بقول لك العميل هيوديك في داهية. ما تسمعش كلام العميل، خد مني، انا بكلمك من ارض الواقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم احمد ابراهيم من موقع وقناة انا وسيط لتعليم التسويق العقاري. النهارده هكلمكم عن موضوع مهم جدا، وهو ان ازاي ان انت ممكن تسحل نفسك وتفشل نفسك بسبب انك سمعت كلام العميل. خلي بالك، انا بقول لك العميل هيوديك في داهية. ما تسمعش كلام العميل، خد مني، انا بكلمك من ارض الواقع. يعني من اهم الاسباب الكتير اللي بتخلي ان الوسيط العقاري يفشل في تحقيق مبيعاته هو انه بيسمع كلام العميل. ازاي؟ ان العميل، وخلينا نتكلم هنا، العميل نوعين، تمام؟ بائع او مشتري او صاحب عقار او باحث عن عقار. يعني خلينا صاحب عقار او باحث عن عقار. بنسبة كبيرة صاحب العقار ما تسمعش كلامه. في حته ايه؟ في حته انا عايز ابيع بكذا، حاضر يا فندم، سلام عليكم، وهنشتغل ونسوق لك وربنا يكرمنا وبعدين يبقى ادعي. لا طبعا. انا دلوقتي رايح اشوف عقار، بقول للمالك انت عايز فيه كام؟ فبيقول لك انا عايز فيه 3 مليون. يلا اشتغل على 3 مليون. لا طبعا غلط. ليه غلط؟ لان العقار ده ما يساويش ال 3 مليون. هو المالك طبيعي ان عايز اعلى سعر وحقه. لكن انت هنا لما تسمع كلامه من غير ما تكون شايف ان العقار يستاهل الرقم ده، هتفضل فترة كبيرة جدا 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 ما تحققش اي بيع، وممكن تسيب الشغل عشان الموضوع ده. تقول ايه؟ اصل المشترين مش جادين، اصل كله بيجي يقول لك انا هتفرج، طب هرد عليك، طب هبقى اشوف واقول لك، وما بيجيش. اذا كان كده كده لما العقار بيكون بسعره الطبيعي، العقار لما بيكون بسعره المناسب ممكن يجي لك فعليا، يعني ممكن يجي لك 80 واحد يتفرجوا، او 80 واحد يتصلوا يا سيدي، ويجي منهم مثلا 20 30 40 واحد كويس علشان واحد بس اللي يشتري. لما يكون بسعره الطبيعي. تخيل انت بقى لو العقار ده مثلا هو ب 2 مليون، ورحت انت المالك راح قال لك ايه؟ 3 مليون. ماشي تمام يا فندم. ورحت شغال على 3 مليون. ايه اللي هيحصل بقى؟ ده النسبه دي هتقل جدا. ده اذا كان في نسبه اساسا. ده انت لو في حد كلمك احمد ربنا. لازم تتفق مع المالك على ايه؟ على الرقم المناسب للعقار ده. عشان تشتغل وتلاقي عمولات لازم تبيع، صح؟ وانت عشان تبيع المشتري مش هبل، تمام؟ وحتى لو في مشترين عقد كويس، انت مش هتقعد تدور عليهم مع نسبتهم 1 في المليون ولا 2 في المليون، وتلاقي الملك يقول لك ايه؟ ما اصل جاري اللي هو تشطيبه اقل مني بايع ب 2 مليون ونص، فانا اقل حاجه بايع ب 3 مليون. صح، لو جاره كذا كذا يبقى لا. لازم تكون شايف ان العقار يستاهل الرقم ده. طب دي هتيجي ازاي بقى؟ انت هتعرف ازاي العقار يناسبه الرقم ده او السعر ده ولا لا؟ عن طريق ان انت تكون شغال في المنطقه دي وعندك فيها خبره كويس. انما ما تكونش انت شغال في المنطقه الف وب وج. يعني طبعا مش بتكلم عن منطقه حلال الاهرام، بتكلم بشكل عام. لما تكونش انت شغال الشيخ زايد والتجمع الخامس والعاصمه الاداريه ووسط البلد ومصر الجديده ومدينه نصر، وانت شاطر وانت جايب الديب من ديله، وفي الاخر ما تزعلش شغلك كله بلح. لا انت بتبيع هنا ولا بتبيع هنا. ولو بيجي لك شغل فهو ده هيبقى ايه؟ هيبقى عدل من ربنا ان انت بتجتهد، فبيديك ربنا برضو ايه؟ على قد اجتهادك. انما الصح ان انت تكون شغال في مكان انت عارف اسعاره كويس، فبالتالي هتقدر ان انت تبيع. ما انت عشان تعرف الكلام ده لازم حد زيي يفهمك، او حد عنده خبرة 10 15 16 سنة في العقارات يفهمك الكلام ده. وعشان كده احنا عاملين دبلومة انا وسيط لتعليم التسويق العقاري. لو انت عايز تعرف معلومات اكتر عنها او انت عايز تشترك فيها، هتلاقي فيه رابط تحت الفيديو. ادخل دوس على الرابط، املى الابلكيشن، او انك ادخل شوف معلومات اكتر عن دبلومة انا وسيط، وانت ان شاء الله هتحقق فيها نتائج كويسة، تحقق بيها نتائج كويسة في تطبيقها وفي شغلك. انا بس في الفيديو ده عايز اكد عليك ما تسمعش كلام مالك. انا اعرف وسطاء والله العظيم زي ما بقول،
يبقى العقار مثلا يستاهل 2 مليون. حلو تقريبا. يجي هو المالك يقول للوسيط ايه او للسمسار انا عايز 2 مليون 800. ممكن اتكلم حاجه بسيطه مش قوي. يقوم الوسيط شغال بتلاتة و3 مليون و500. او ان المالك يقول لك قصه انت تصدقها اللي هو ايه، انا جالي 3 مليون من حوالي 6 شهور بس انا اللي رفضت ما كنتش عايز ابيع وبندم ومش عارف ايه، فانا 3 مليون من 6 شهور يعني دلوقتي يساوي اكتر من 3 مليون بس انا عشان مزنوق انا هبيعه ب 2 مليون 800. كويس؟ فانت ايه ده لقطه، اوعى تروح تم عقار لقطه ب 3 مليون او ب 3 مليون وهو اصلا ما يساويش 2 مليون. فانت ما تسمعش كلام المالك، لازم انت تقيم. انا باكد على النقطه دي كتير لان انا بشوف وسطة كتير بيشتغلوا بالارقام اللي المالك بيطلبها. والله انا شفتها بعينيا. كنت في شقه، رحت اقابل المالك هو ومراته. كويس؟ يعني وانا واقف كان في سماسره بيبصوا على الشقه. تمام يا فندم خلاص ماشي طيب. وانا جاي الناس دخلوا على طول دخلوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واحنا داخلين صور صور صور. تمام يا فندم خلاص على التليفون. ايه ده هو في ايه؟ انا داخل لسه هعمل شغلي كويس ولسه قدامي ساعه ولا حاجه عقبال لما امشي عشان اعمل شغلي مظبوط. اسال المالك انت عارض بكام؟ مش عارف بيقول لي ب5 مليون وهي كانت ب3 يعني تقييمي ليها حوالي 3.5 مليون اقصى حاجه. يا فندم ازاي الكلام ده؟ ايوه يا فندم يمين شمال. لا هو انا اقل من 5 مش هبيع والعموله 1%. نعم. انا قلت له انا اول مره اسمع حد بيقول العموله 1% دي في البيع. فبيقول لي امال انت العموله كام؟ بقول له العموله ان شاء الله باذن الله اذا اتفقنا هتبقى لشركتنا 2.5% عند البيع من سعر البيع. قال لي 2.5%؟ ده انا اول مره اسمع حد يقول الكلام ده. قلت له انت حضرتك عارض الشقه بقالك 10 ايام او اسبوعين، يعني انت في خلال اسبوعين محدش جه قال لك احنا عملتنا 2.5%؟ قال لا. يا نهار اسود. امال هو اللي بيجوا دولت بيقولوا ايه؟ قال لي انت شفت اللي جم؟ قلت له اه. قال دول موافقين على 1%. قال لي 1.5. قلت له لا 1%. قال لي خلاص مفيش مشكله. قلت له هم ما عملوش حاجه اساسا. قال له انا بقالي كذا حد وجا ويقول لي بص ويقول لي ايه خد الجمله دي علشان دي اللي بتودي في داهيه الوسيط، هتوديك في داهيه وهتودي المالك وهتودي المشتري. كويس؟ يقول لي انا بقالي 10 ايام انا في مكتب جاب لي 7 مشترين لحد دلوقتي وكلهم بعت لهم الورق ومش عارف ايه. قلت له 7 مشترين في خلال الاسبوع ولا 10 ايام اللي فاتوا دول ولا حد مشي معاك في اجراءات تفاوض؟ قال لا لسه بيشوفوا الورق. وانا قلت انا مش هنزل هو مفيش حد اصلا هيشتري. والشقه دي على فكره قعدت مده طويله وما اعرفش وانا سبت يعني ما تواصلتش خلاص مع المالك. كبرت دماغي ليه؟ لان هو طالب رقم بعيد عن ارض الواقع وكل اللي بيجي محدش بيراجعه فيه. محدش من السماسرة لا بيراجعه لا في عموله ولا في سعر عقار. تخيل يعني مش متخيل الصراحه واحد ما يتفقش على القيمه اللي بيقدمها للعميل. انت عايز تدفع خلاص حاضر 1%. وممكن يكون ايه بقى العقار 2.5% خليه الاول وبعد طب عايز 5 خلاص حاضر 5 مليون ماشي. العميل هيوديك في داهيه يا حبيبي ما ينفعش. وانت معلش ولا تساوي شيء مع العميل ولا مجهودك يساوي شيء مع العميل عشان تبقى عارف. لو انت اشتغلت السنه كلها وشحت واستلفت فلوس الاكل والشرب بتاعتك في خلال السنه كلها دي وانت شغال على عقار هو بس مثلا على عقار هو بس او 3 4 عملاء شغال على عقاراتهم وانت قعدت اخر السنه ما جبتلهمش حد او ما نفذتش عمليه بيع هم ولا فارق معاهم. واسهل حاجه خالص تشطب لك مجهودك ده باستيكه. اسهل حاجه خالص. فانت خلي اولويتك
ان انت تبيع العقار وتعمل شغلك مظبوط. مش هقول لك خلي اولويتك نفسك، ما هو انت نفسك انت مش هتبيع غير لو العقار مظبوط كويس. فما تعملش زي السماسرة اللي هم مش فاهمين. ولو عايز تشتغل بشكل احترافي وتاخد عمولات كويسة، اضغط على اللينك او الرابط اللي تحت واملى الابليكيشن، وان شاء الله هنساعدك في ان انت تحسن بشكل كبير مهاراتك البيعية في مجال العقارات. انا مش شغال حاجة تانية غير العقارات عشان بس نبقى متفقين. كان معكم احمد ابراهيم، قناة انا وسيط لتعليم التسويق العقاري. شكرا.